ابنك عنده 2 سنين ولسه مش بيقول غير كلمتين. بنتك بتشاور وبتعيط بس لسه مش بتتكلم. الإحساس ده صعب جدا على أي أب وعلى أي أم. تحسوا كده إن في حاجة ناقصة بس مش عارفين نبدأ منين. الحقيقة أنا قابلت مئات الحالات زي دي، وبقول لكم في علامات مهمة تقدروا تلاحظوها بنفسكم وخطوات بسيطة ممكن نبدأ بيها من النهاردة. أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال والمتخصص في أمراض التطور عند الأطفال. وفي الحلقة دي من دكتور كيدز هقول لكم إزاي تعرفوا لو تأخر الكلام اللي عند طفلكم ده طبيعي ولا خطر، وإزاي نتصرف بأبسط طريقة. اهلا بيكم في دكتور كيدز مع يوسف. سؤال دايما بسمعه من الاهالي في العياده: ابني عنده 2 ولسه مش بيقول جمل واضحه، استنى عليه يا دكتور ولا ابتدي اتصرف؟ في الحلقه دي ان شاء الله هنتكلم على التطور الطبيعي للكلام حسب السن، امتى تاخر الكلام يعتبر خطر، الاسباب اللي ممكن تكون وراه، وخطوات عمليه تساعد طفلكم انه يطور مهارات الكلام اللي عنده من دلوقتي. مبدئيا كده ايه هو التطور الطبيعي للكلام؟ اول كلمة حقيقية الطفل بيقولها غالبا ما بتكون ما بين سن 10 شهور ل 14 شهر. قبل كده بيبقى مجرد اصوات مش مفهومة. انا هنا بتكلم على الكلام الحقيقي. عند سن 1.5 سنة اللي هو 18 شهر المفروض ان الطفل بيكون بيقول حوالي 10 كلمات مفهومة. مش لازم يكون بينطقها مظبوط بس يكون على الاقل بيحاول. وعند 2 سنين المفروض ان الطفل يبتدي يركب كلمتين على بعض، زي مثلا عاوز ميه، ماما شيليني، بابا جه. مش لازم تكون الجمل سليمة نحويا، المهم يكون بيربط كلمتين ويكون بيعبر بيهم عن حاجة. يعني لو الطفل وصل سن 2 وما بيقولش ولا كلمة مرتبطة بكلمة تانية يعبر بيها عن حاجة، هنا لازم نقف ونفكر هل احنا محتاجين نتصرف؟ مش كل تأخر بسيط معناه مشكلة، ولكن في علامات معينة لو لقيتيها محتاجة تبتدي تتحركي فورا. زي ايه؟ الطفل مش بيصدر أصوات خالص وهو صغير، الطفل ما بيقلدش ولا أصوات ولا حركات حواليه، الطفل بيتواصل بالعياط أو بالصراخ بس من غير محاولات للتواصل من خلال الإشارة أو من خلال التعبير، الطفل مش بيستجيب لما تناديه باسمه، ودي علامة مهمة جدا. العلامات دي مهمة جدا ولكن لا تعني بالضرورة ان في مشكلة كبيرة، ولكن لو خدنا بالنا منها ممكن تساعدنا اننا نكتشف مشكلة اكبر زي ضعف السمع مثلا، او مشكلة اضطراب اكبر شوية زي اضطرابات التواصل مثلا، او علامة مبكرة من علامات التوحد. طيب يا دكتور، دلوقتي انت قلت لنا ان مش بالضرورة يكون كل تأخر في الكلام معناه مشكلة كبيرة. ايه هي عموما الاسباب اللي ممكن تسبب ان طفلي يتكلم متأخر؟ اولا مشاكل السمع. حتى ضعف السمع البسيط جدا ممكن يخلي الطفل مش قادر يسمع الكلمة صح فما يتعلمش ينطقها. قلة التفاعل في البيت. الطفل اللي قاعد طول اليوم قدام الشاشات سواء الموبايل او التلفزيون بيتعلم انه يستقبل المعلومة بطريقة جاهزة من غير ما يحاول انه يتفاعل. تأخر عام في التطور. بعض الأطفال مش بس بتتأخر في الكلام ولكن بيتأخروا كمان في المهارات التانية زي المشي، زي اللعب، زي فهم التعليمات. وأخيرا الاضطرابات النمائية زي التوحد. أحيانا بيكون تأخر الكلام علامة على اضطراب تواصل أوسع زي التوحد، وهنا كل ما كان التدخل بدري كل ما الطفل استفاد أكتر. طيب يا دكتور، أنا لو اتفرجت على الحلقة أو سمعت الكلام ده ولقيت طفلي متأخر أعمل إيه؟ أول حاجة لاحظوا وسجلوا. جيبوا كراسة وقلم واكتبوا الكلمات اللي بيقولها. بيحاول يقلدنا ولا لأ؟ بيستخدم إشارات ولا لأ؟ 2. اقفلوا الشاشات وزودوا الكلام. مفيش موبايل، مفيش تلفزيون، وابدأوا انتوا تكلموا مع الطفل. الحاجات دي بتعودوا انه يستقبل بس انتوا هتعودوه على انه يتفاعل. قولوا أسماء الحاجات اللي حواليكم، غنوا معاه أغاني بسيطة. 3 ودي مهمة جدا، اقروا مع الطفل قصص. القصص المصورة بالذات علميا ثبت انها بتعلم الطفل كلمات جديدة بشكل غير مباشر وبطريقة ممتعة الطفل بيحبها. العبوا مع الطفل بس تكون ألعاب تفاعلية، يعني فين بطنك؟
فين عينك. الحاجات دي بتزود التواصل اللفظي بالكلام والإشاري بالإشارات. نستشير دكتور من دكاترة أمراض التطور عند الأطفال. لو الطفل مش بيعمل تقدم واضح مع كل الحاجات اللي احنا بنعملها في البيت دي، لازم نعرضه على متخصص عشان نبدأ تقييم دقيق الأول. لازم نقيم الطفل وبعدها نبدأ تدخل مبكر. خليكم فاكرين يا جماعة، الحاجات دي ما بتتعالجش بالأدوية. التدخل المبكر هو أساس العلاج. كل ما نبدأ بدري كل ما احتمالات التحسن الكامل تزيد. أنا هنا طبعا بتكلم على اضطرابات الكلام أو النطق وليس التوحد، ده هنتكلم عليه إن شاء الله في حلقة تانية لوحده. كل طفل وليه سرعته الخاصة، ولكن دورنا كأهل إننا نتابع ونلاحظ ونساعد. ولو حسيتوا إن الفيديو ده فاتكم، شاركوه مع أي حد يكون عنده قلق على تطور الكلام بتاع ابنه أو بنته. ومستني أسئلتكم في الكومنتات تحت علشان أرد عليكم بنفسي. واستنوني إن شاء الله في الحلقة اللي جاية، هنتكلم عن الفرق بين تأخر الكلام والتوحد بالتفصيل ولكن بطريقة بسيطة وواضحة. أنا دكتور يوسف ودي قناة دكتور كيدز. أشوفكم على خير.